والقصة بتبدأ مع راجل اسمه تريفور، بنشوفه وهو بيصحى على صوت المنبه وبيسمع الأخبار من الراديو اللي بتقول إن طقس اليوم بارد جدا، وخبراء الأرصاد بيتوقعوا إن عيد الميلاد السنة دي هيكون فيه سلوك كثيف. فتريفور بيروح المطبخ وبيشوف شجرة الكريسماس وبيعرف إن باقي 9 أيام بس على احتفال رأس السنة. تريفور بيفتح الحلويات وبياكلها كلها، والغلاف بيعلقه في الشجرة، وبعدها تليفونه بيرن والمتصل كانت كيس مراته. فتريفور بيفتح الخط وبيطلع بره البيت وبيقول لكيس إن هو بره. فكيس بتستغرب وبتقول له انت ليه طلعت في الجو البرد ده؟ فهو بيقول لها ان تغطية الشبكة في البيت ضعيفة، ولما تيجي انت ومادي هفرجكم على القرية. وكيس بتقول له ان هي اتصلت بيه عشان السبب ده، وبتقول له ان حبيبي الجديد بعت لي دعوة للفيلا بتاعته وعزم مادي كمان عشان نحضر حفلة عيد الميلاد، وعشان كده احنا مش هنيجي السنة دي ومش هنحتفل معاك، وبتقفل السكة. وبعد كده تريفور بيروح لشغله، وهو كان عامل جوه مدرسة أطفال، وهناك المدرسة ديانا كانت بتطلب من تريفور يشتغل أكتر من شغله. فالمديرة بتيجي وبتطلب منه يدخل المكتب، وبعد كده بتصب له كاس نبيذ وبتقول له النهارده آخر يوم ليك شغل معانا في المدرسة. فتريفور بيتصدم وهي بتقول له أنا آسفة بس مضطر أمشيك من الشغل. وهنا تريفور بيشرب شوية من النبيذ ويرجع يكمل باقي شغله عادي. فجأة جرس باب المدرسة بيرن، فتريفور بيطلع ويشوف طفل رضيع على الأرض، والمدرسة بتقول له خليه علشان يشارك معانا في المسرحية. فهي بتقول له خليه في المدود، والمدود ده هو المهد اللي بيتحط فيه الطفل. فتريفور كان بينظم المزيكا ورا الكواليس، وكان بيقلب في الموبايل فبيشوف مصاريف جامعة بنته اللي هو ما دفعهاش واللي كانت متراكمة عليه وبقت ديون كبيرة جدا. وفجأة بيتصل عليه موظف وبيكلمه بخصوص عرض وظيفة جديدة. تريفور كان مشغول بالمسرحية والصوت كان عالي جدا، ولما الموظف بيقول لتريفور عن المرتب تريفور بينسى ويسيب حبل النجمة اللي كان رافعها بإيده. فالطلاب بيخافوا وينزلوا من المسرح، والأهالي بيجيلهم حالة هلع ويقوموا من مكانهم. بعدها تريفور بيقفل أبواب المدرسة علشان يمشي، بس بيسمع الطفل الصغير وهو بيعيط، فقلبه بيتحرق عليه ومش بيهون عليه، وبيرجع ياخد الطفل ويروح يتصل على أمه، بس امه ما كانتش بترد، فبيسيب لها رساله صوتيه، وبعدها بيقرر انه يرجعه لامه. فبيوصل للعنوان وبيخبط على الباب، بس ام الطفل اللي المدرسه متفقه معاها تبعت ابنها علشان يشارك في المسرحيه بتقول له ان ابنها تعبان النهارده وما بعتتوش. تريفور بيتصدم لانه افتكر ان الطفل ده ابنها، فبيتصل بالمديره وبيقول لها على اللي حصل، والمديره بتقول له انا اسفه ما عنديش وقت احل المشكله دي لان في الطريق وهسافر، وقفلت السكه. وهنا تريفور بيتصل بالشرطه وبيبلغهم، فالشرطه بتقول له خليه معاك لمده 4 ساعات لحد ما نوصل. وتريفور بيقول لهم ان هو عايز يسافر لندن بعد ساعه، والشرطه بيعتذروا ليه، فهو بيضطر انه ياخده البيت ويتصل بمركز خدمات الاطفال، فبيقولوا له ان هم جايين فورا. وتريفور بيفرح وبيبدا يحضر هدومه علشان هيسافر خلاص، وبالفعل بعد شويه موظف الخدمات بيوصل، فتريفور بيفتح له الباب، ولما بيجي يديله الطفل بيلاقي الثبات فاضي والطفل بيكون اختفى. بيفضل يدور على الطفل، بس الموظف افتكر ان تريفور بيضحك عليه وبيسيبه وبيمشي. واول ما بيطلع تريفور بيلاقي الطفل مستخبي تحت الترابيزه، فبياخده وبينزل عشان يديله الموظف، بس بيلاقي الموظف مشي، فبياخده وبيروح لمركز الخدمات، بس المركز بيكون قافل علشان اعياد الميلاد. فبيرجع يركب العربيه، وفجاه موبايل تريفور بيفصل وبيضطر ياخد الطفل معاه المطار، وهناك بيقطع تذكره ويروح للندن. بعدها بنشوفه وهو بيوصل لمكان المقابلة اللي هو فندق راقي وفخم جدا، وكان على باب الفندق كاميرا. تريفور بينزل الطفل لتحت علشان ما يبانش في الكاميرا، وبيبدأ يتكلم مع الموظفة سمحت له يدخل، وهنا هو بيدخل صالة الاستقبال وبيخبي الطفل في الشنطة. بتنزل تستقبل تريفور وتطلب منه يطلع في الاسانسير، فتريفور علشان الموظفة ما تشوفش الطفل كان ماشي بظهره، وهي كانت مستغربة ومش عارفة هو ليه بيتصرف كده، فبدأت تشك فيه وطلعت معاه، وبسرعة بتطلع مفتاح ذكي وبتبدأ تعلم تريفور ازاي يستخدمه. بعدها الاسانسير بيفتح وبتقول له ان القصر ده ملك للسيدة اشوار اللي عندها قصر في كل دولة في العالم، فهو بيتصدم من فخامة القصر. وفجأة الطفل بيطلع صوت، فتريفور بيتحرك علشان يسكته، وبيترا بتسأله ان كان في حاجة، فبيقول لها لا كله تمام، وهي بتطلب منه يقلع الشنطة، فهو بيرجع لورا بظهره وبيقلع الشنطة وبيحطها على الأرض. وبعدها بيفضل يتمشى في الشقة مع بيترا علشان يعرف غرف المعيشة والمطبخ، وبيترا بتطلعه للدور اللي فوق اللي فيه أوض النوم وأوضة المكتب، وبتوريه صالات الضيوف والمكتبة والمشتل وأوضة الطوارئ. وبعدها بيرجعوا ينزلوا، فبيشوف الطفل وهو بيرمي الببرونة بتاعته وبدأ يزحف ورا الببرونة، وبيترا وقتها شكت فيه، بس لما بتلتف مش بتشوف أي حاجة، فبتطلع من الصالة بسرعة. اما تريفور فطلع وراها وشاف الببرونة على الارض وبياخدها وبيرميها جوه الفازة، بس وقتها بيترا بتلف وبتبص له وبتقول له انه ما يلمسش اي حاجه في القصر، فهو بيفضل متوتر ويحاول يدور على الطفل من غير ما الموظفه تشوفه. وفجاه بيلاقي الطفل فبيشيله بسرعه وبيدخل المطبخ وبيحطه جوه سله الزباله. بعدها بيترا بتديله المفتاح والكارت وبتقول له خلي بالك ما تضيعش المفتاح
لان مفيش غير نسخه واحده بس مع موظفه، والموظفه دي في اجازه، وان هي تسافر تايلاند وسابته ومشيت، بس قبلها بتقول له انك انت العامل الوحيد اللي موجود دلوقتي في القصر. ولما بتمشي تريفور بيحط موبايله على الشحن، وبعدها افتكر ان الطفل في المطبخ فبيروح وبيطلعه من السله، بس فجاه موبايله بيرن فبيسيب الطفل ويروح يرد، والشرطه هي اللي كانت على الخط وسالوه عن العنوان، فقال لهم ان هو نقل لندن، وهم بيقولوا له ان المساله كده بقت من اختصاص شرطه العاصمه، وانهم هيبلغوهم يتواصلوا معاه. وهو بيشكرهم وبعدها بيرجع للطفل وبيشيله، وبيحس انه لازم يغير له الحفاضه علشان ريحتها كانت طالعه، وبسرعه بيرجع للسله وبيروح الحمام وبيدور على اي حاجه تفيده، بس للاسف مش بيلاقي اي حاجه. بعدها الطفل كان جعان فبيطلع له الببرونه من الفازه وبيديها له، بس اللبن اللي فيها كان شويه، فبيضطر ياخده وبيروح الماركت وهناك بيشتري علبه لبن، ويطلع وهو في الطريق موبايله بيرن، والمتصله بتكون موظفه الخدمات الاجتماعيه اللي بتقول له ان شرطه العاصمه طلبت منها تتصل بيه بخصوص الطفل، فهو بيفرح وبيقول لها ان الطفل معايا وكويس، فهي بتقوله ان هي هتيجي بكره الساعه 7 الصبح وتاخده. وتريفور بييأس لان الوقت كان طويل جدا، وبيرجع القصر وبيبدا ياكل الطفل وبيغير له هدومه وبيرمي الكيس بره، وبعدها الطفل بينام، وكمان تريفور بيروح في النوم من التعب، بس في نص الليل بيصحى على صوته وهو بيعيط، فبيقوم ياخده وبيلعبه لحد ما يسكت. تاني يوم الصبح تريفور بيطلب حفاضات اطفال، بس بعد شويه عامل الدليفري بيرن الجرس الشقه، تريفور بينسى ازاي يرد من الكاميرا الذكيه، فعامل الدليفري بيستنى، وتريفور بيفتح الباب وبينزل بالاسانسير وياخد الحفاضات من العامل، ولما بيجي يرجع للاسانسير بيفتكر انه نسي المفتاح الذكي فوق، فبيطلع من الاسانسير ويروح لصاله الاستقبال وبيفتح دفتر العمال، وبيفتكر الموظفه لما قالت له ان المفتاح التاني مع الشغاله اسمها إليسا، فبيحاول يتصل بيها بس بيفتكر انه ناسي موبايله فوق، فبيعدي واحد وتريفور بيطلب منه موبايله، وبسرعه بيتصل بإلسا ويقول لها عايز المفتاح التاني علشان ضيعت الاول، فبتقول له ان هي لازم تسال بيترا الاول، ولو وافقت هترجع تتصل بيه، وتريفور وقتها بيضطر يطلع مع الراجل شقته علشان لو إلسا اتصلت يعرف يرد عليها. وفي الوقت ده موظفة الخدمات وصلت العمارة وفضلت تتصل بتريفور كتير بس هو مردش، فسابته ومشي، وده كله بسبب غباء تريفور. وبعد شوية إليسا اتصلت بيه وقالت له بيترا وافقت وفي خلال 30 دقيقة هكون عندك، وبالفعل بعد نص ساعة إليسا بتيجي وبتفتح باب الشقة وبيطلع بسرعة، بس بيرجع يفتكر انه نسي الحفاضات بره، فبيطلع وبيحط جزمته في باب الاسانسير علشان ما يقفلش، بس الاسانسير بيقفل. تريفور بيجري ورا إليسا وبتيجي سيدة وبيكون معاها كلب، وهي والكلب بيركبوا الاسانسير. الكلب لما بيلاقي الجزمة بيكون فرحان جدا وبياخدها وبيمشي، وبنشوف الطفل بيكون رايح على غسالة الملابس وبيدخل جواها، وبعدها بيطلع الشقة ويدور على الطفل ويلاقيه في اوضه الغسيل. ولما الليل بيجي مادي بتتصل بتريفور وبتقول له ان رحلتنا اتاجلت 24 ساعه بسبب الجو، وانا عايز اقضي عيد الميلاد معاك، فبيقول لها وانا كمان، وبيقفلوا السكه. وفي نص الليل بيصحى على صوت حركه في البيت، فبينزل وبيلاقي راجل ومراته وابنهم الصغير بيسرقوا اكل من التلاجة، واول ما بيشوفوا تريفور بيسيبوا الاكل ويترجوه ما يبلغش الشرطه لانهم محتاجين اكل ومعهمش اي فلوس، فبيدوهم الاكل وبياخدوه وبيمشوا. وتاني يوم الصبح موظفه الخدمات بتتصل بيه وبتقول له ان ميعادنا اتاجل والنهارده العصر هاجي اخد الطفل. تريفور بيفرح ويقول لها تمام احنا موجودين، بس يا ريت تلتزمي بالميعاد المره دي. بعدها بياخد الطفل وبيطلع الجنينه يمشوا شويه، فبيشوف مجموعه من الستات معاهم اطفالهم، فبيقف معاهم واحده منهم بتساله عن اسم الطفل، فتريفور بيفكر شويه وبيقول لها ان اسمه يسوع، فبيكمل طريقه. كلب بعد ما بيخلص لعبه بالجزمه بيرميها وبتقع قدام تريفور، فتريفور لما بيشوفها بيروح يلبسها، بس بيجي كلب ويحاول ياخدها. تريفور بيحاول يبعد الكلب بس ما قدرش، فبيقلع الفردة التانية ويرميها بسرعة، والكلب بياخدها ويهرب، وتريفور بيلبس الكيس ويرجع البيت. بعدها بيجوا نفس الزوجين بتوع امبارح، وتريفور بيفتح لهم وبيطلبوا منه انهم يسيبوا ابنهم معاه لحد ما يرجعوا من المشوار، وهو بيوافق وبيقعد يرعاهم وبيحط كل طفل السبت وبينيمهم وكمان هو بينام، بس بيصحى على جرس لان بتكون موظفة الخدمات وصلت، فبيقوم بسرعة وياخد سبت عشوائي وبينزل الصالة وبيديه للموظفة، فالموظفة بتاخد الطفل وبتمشي. وفي الوقت ده تريفور بيكون طالع للبيت، واهل الطفل بيجوا يطلعوا معاه علشان ياخدوا ابنهم، وفجأة بيكتشفوا ان ده مش ابنهم. وتريفور لما بيشوف يسوع بيتصدم وبينزل الشارع فورا، وهناك بيشوف موظفة الخدمات وهي بتتخانق مع عسكري. تريفور بيحاول يكلمها بس هي مش سامعاه، فبيفتح العربية وبسرعة بياخد الطفل وبيهرب ويرجع الفندق ويدي الطفل لأهله، وبعدها يرجع ياخد يسوع وينزل يديه للموظفة، بس بيلاقيها مشيت وبيحاول يكلمها بس هي مش بترد. وفجأة الموظفة اللي استقبلته اول ما جه بتتصل بيه وبتقول له ان العائلة جاية السنة دي يقضوا العيد جوه القصر، وان هي عايزاه يكون حذر ومركز، وبتقول له انا اتصلت بالمدبرة جانيت وهتيجي فورا وهي هتعمل كل الترتيبات، وانت خليك في القصر لحد ما توصل.
وبعدين روح بيتك وهبعت لك اجرك كامل. فتريفور بيرجع البيت ويحضر هدومه علشان يمشي، بس جانيت بتتصل بيه بتقول له ان هي كذبت على بيترا وقالت لها ان هي قريبه من لندن، بس في الحقيقه ان هي بعيده وهتتاخر وهتوصل بالليل. وقالت له هبعت لك طلبات محتاجاها ممكن تساعدني وتشتريها بدالي، لان هتاخر ولو اترفدت من شغلي هتأذى جدا. وتريفور بطيبة قلبه بيوافق رغم ان كل الطلبات كانت كبيره جدا، وبياخد يسوع ويطلع يروح السوبر ماركت ويجيب الحاجات. وجانيت بتتصل بيه وبتقول له العيله بيحبوا نقانق معينه وانواع معينه من الاكل. وفي الوقت ده موظفه الخدمات عرفت ان الطفل مش موجود فبتبلغ الشرطه. وتريفور بيرجع البيت ويرتب الحاجات وياخد شوكولاته ويديها لعيله الطفل ويقول لهم انا اسف ان غلطت واديتكم يسوع. وهو راجع بيشوف جزمته على مكتب الاستقبال فبياخدها وبيطلع الاسانسير، ولما بيقفل الكلب بيدخل معاه فبيدخل الشقه، ولما بينزل مش بيلاقي اصحاب الكلب فبيرجع الفندق وبيسيب ورقه ان كلبكم فوق. وبعدين بيطلع وبنشوف الكلب بيسرق النقانق وبيستخبى تحت الترابيزه وبياكلها. وبتكون مصيبه تريفور كبرت وبيحاول يطلع الكلب بالمفتاح الالكتروني، بس الكلب كمان بيبلع المفتاح. فتريفور بينصدم وبيضطر يشيل الكلب ويحطه عند باب الاسانسير فالباب بيفتح. وفي نفس الوقت جانيت كانت بتتصل عليه وتقول له ان التلج بوظ حركه القطر وهتضطر تبات وبكره هتوصل. وبتقول له معلش لو تقدر تزين الشقه وتحط شجره الكريسماس. وتريفور بيوافق وصاحبه الكلب بيتكلموا علشان تاخده، بس هو بيكون رافض علشان المفتاح الذكي اللي الكلب بلعه. وفي اللحظه دي شجره الكريسماس بتوصل فتريفور بيحطها في مكان مناسب وبينزل المخزن يجيب الزينه ويزينها وهي بتلف. وتاني يوم الصبح بيصحى على تليفون جانيت وبتقوله ان الرحلات كلها اتلغت ومش هتعرف تيجي، فبتقول له خليك انت واستقبل العيله اللي هم كانوا عباره عن 14 فرد وحضر لهم اكل علشان هيوصلوا الساعه 5. وبتقول له هبعت لك كل التعليمات، ومش بيكون عارف هيعمل ايه ولا هيتصرف ازاي. وبيستعد وبيبدا يطبخ فراخ ولحمه وسمك وخضار ويجهز السفره، وكان عاملها بشكل شيك جدا وكمان بيولع شمع. ولما جت الساعه 5 تريفور فضل مستني بس محدش جه، فبيغطي الاكل عشان ما يبردش. وبيتصل ببيترا وبيقول لها ان هي لسه في المكان وجانيت طلبت مني ان اساعدها وحضرت العشاء بس العيله ما جاتش. فبيترا بتقول له انا اسفه نسيت اكلم جانيت واقول لها ان العيله مش هتيجي لانهم غيروا رايهم وراحوا نيويورك. فتريفور بيحبط وبيزعل على تعبه. وفجاه الجرس بيرن فبيفتح الكاميرا وبيلاقي الشرطي وبيقول له ان انا جيت علشان الطفل. فبيفرح وبياخد يسوع وينزل. فالشرطي بيقول له ان مش هو ده اللي الموظفه ورتني صورته. فتريفور بيقول له ان هو غلط وبدله بطفل تاني مع عيله تانيه. وفي نفس الوقت الطفل بيعيط فبيطلع تريفور ياكله والشرطي بيطلع معاه. بعدها عيله الطفل الفقيره بيجوا فتريفور بيقول لهم اتفضلوا ناكل مع بعض وبيدخلوا. وبعد دقيقه بيجي الراجل اللي ساعده والست صاحبه الكلب فبيعزمهم هم كمان. وكيس بتتصل بيه فبيقول لها على مكان، وموظفه الخدمات في الوقت ده كمان بتيجي وكلهم بيحتفلوا بالعيد. وبعدها كيس ومادي بيوصلوا ومادي بتحضن ابوها ويقعدوا كلهم ياكلوا. وتريفور حس ان كل ده حصل علشان شملهم بيتجمع تاني. وفجأة بيكتشف ان يسوع اختفى فبيدوروا عليه وبيلاقوه نايم. فجأة الجرس بيرن ولما بيفتح الكاميرا بيلاقي العيلة جت، فبيتصدم لان الاكل اللي هو كان عامله كله اتاكل. بس بيتقبل الامر الواقع وعارف ان هو حظه كده، وقرر انه يقول لهم على كل اللي حصل. وبتخلص القصة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل الملخصات الجديدة. سلام.